لو نفسك تبدأ تربية الحمام سواء للبيت أو كمشروع لحم، خليني في الفيديو ده أقولك بشكل بسيط وواضح تبدأ إزاي وإيه أفضل 3 أنواع ممكن تبدأ بيهم. دلوقتي تختار الحمام إزاي؟ بص على الحجم، يكون كويس ومش خاسس، تأكد إنه سليم، مفيش إفرازات من العين أو الأنف، ومفيش أي مشاكل في الفم. السلالة السليمة هتوفر عليك تعب ومصاريف بعد كده. نوصل لأهم نقطة، الأنواع اللي تبدأ بيها. وعندك أفضل 3 أنواع: البلدي والزاجل الشعبي واللاحم الفرنساوي. أنواع قوية، مناعتها عالية وإنتاجها ممتاز. النوع الأول الحمام البلدي، سهل جدا يتحمل، إنتاجه حلو، وعيبه الوحيد إن حجمه أصغر شوية وسعره أقل من غيره. النوع التاني الزاجل الشعبي، حجمه أكبر من البلدي والزغاليل بتطلع تقيلة، سعره أعلى من البلدي، ومشكلة بسيطة إنه بعد الذبح بيكون الجلد غامق بسبب لون الريش. النوع الثالث اللاحم الفرنساوي، ده أكبرهم حجماً، جلده فاتح وشكله ممتاز بعد الذبح وأغلاهم سعراً، لكن بيستهلك كلفة أكتر، وساعات زيادة حنيته بتسبب كسر في البيض لما الذكر والأنثى يتنافسوا على الرقاد. ولو هتسألني عن رأيي أفضل نوع فيهم إيه؟ هقولك الزاجل هو الاختيار الأنسب، حجمه ممتاز وسعره معقول، وتكلفة إنتاجه قليلة مقارنة بباقي الأنواع، وكمان عيوبه أقل بكتير. وفي النهاية لو حابب تبدأ، توكل على الله، جهز مكانك، اختار طيورك من حد ثقة، وابدأ خطوة بخطوة، وربنا يبارك لك في رزقك وفي مشروعك يا رب. أخيرا، لو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير وخلي غيرك يستفيد. ولو عندك استفسار أو حابب تسأل أكتر، أسأل في التعليقات. وما تنساش تتابعنا، عندنا كل جديد في عالم الطيور والحمام، ومعانا هتبقى مربي محترف بفضل الله. سلام وإلى اللقاء في فيديو جديد.